ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ يا جماعة يعني احنا بنعاني والله العظيم. والله العظيم بنعاني. يا عم ما يا عم اتفرج وانت ساكت. عدي الدنيا يعني. مين قالك ان اي مدرب خسر يبقى مدرب وحش؟ م? مين اللي قالك كده؟ يا جماعة هو اي حد بيشجع كورة خلاص بقى متخصص في الكورة تكتيكيا و يا عم انا مش دارس كورة، بس بتكلم بالمنطق شوية. يعني ما درستش تكتيك وما درستش مش عارف ايه وما درستش كذا وما درستش كذا، بس يعني نتكلم بالمنطق شوية، منطق بس. يعني اي مدرب في الدنيا خسر نص نهائي او ماتش بخروج مغلوب او ادوار اقصائية او اي حاجة هو مدرب فاشل. انا يعني انت بتقيس المدرب بناء على ايه؟ بناء على انتصارات؟ طب ما انت لسه ممشي انشيلوتي يا سيد عشان خسر سنة، مع ان انشيلوتي جايب بطولات للريال غايبة عنه 6 7 سنين. تمام؟ مشيته ليه؟ طب انت بتقيم المدرب ازاي؟ م? هتقيمه ازاي؟ ده انت على كلامك كده لو اتغيروا عشان خسر الجماعة اللي عمالين يبعتوا له عشان المعلم الكومبا بدماغ كبيرة، لو هتقيمه عشان هو خسر، طب ما تيجي تقول ليه هو عمل ايه؟ يعني انا هقيم كومباني، هتقيم مدرب اي مدرب في الدنيا، يعني خد معلومة مني. خدتها يعني جت على هواك وفي دماغك خدها، ما جاتش وحسيتها ان هي صعبة ما تاخدهاش، سهلة بسيطة قوي. المدرب هتقيمه ازاي؟ مم. هتقيمه بكام حاجة. هل المدرب ده عرف يوصل الكورة، يطلع ويتدرج بالكورة ويعمل بيلد اب من تحت ويوصل للتلت الأخير؟ اه عرف. طب تمام. طب هو نجح انه يبعد خطر كم خطر كبير عن الجون بتاعه؟ اه عرف. طب هو نجح في مثلا الضغط او المربعات اللي بيعملها او حلول فردية تطلع من بعض اللاعبين في بعض المواقف؟ اه عرف. طيب عرف يعمل بيلد اب زي ما قلنا؟ ماشي. كل ده عرف. طب كسب؟ لا. يبقى فاشل. طب ازاي يا جماعة؟ مين حط المعايير دي؟ مين حط انت على كلامك كده يبقى المعلم السير أليكس فيرجسون ده مدرب فاشل بقى، وهوب هانكس فاشل. ما هو خرج مع البايرن مع الريال وكان عامل كل حاجة في السنتياجو مع ضد الريال. ومثلا واحد زي بيب جوارديولا فاشل، ما هو بقاله 7 8 سنين مع السيتي ما خدش غير دوري أبطال واحد وكل شوية يخسر، وبيخسر بحاجات هستيرية من ليفربول ومش عارف من مين ومن توتنهام وكله. انت بتقيم مدرب بناء على ايه يا كابتن؟ بناء على ايه بجد؟ انا مش عارف انتوا يا جماعه ما انت يا عم ما تتفرج وانت ساكت يا عم، انت بتتفرج على برامج الطبخ مع مراتك وتسكت. في ايه؟ يا عم يا عم مش كده يعني، حرام عليك، واحنا بنعاني على رأي كابتن محمود باط. حرام عليكم. كومباني وغيره وغيره مدرب كبير جدا، يعني اللي زي كومباني ده، انا بتكلم على كومباني بالخصوص، مدرب صغير. عنده مثلا مفيش حد في خط الدفاع غير هو مكانه. عندك مثلا ديفيز مصاب. عندك لاعب زي جمال موسيالا طلع من الشوط الاول. بتتكلم في مفيش ديفندر بيضغط ضغط عالي وجامد، بيلعب بافلو فيتش وكيميتش. بيلعب على الجناحة بالمعلم عبد الصمد جنابري. طب احنا لو معانا واحد زي حسين الناحية التانية مثلا هتعمل ايه؟ وهاري كين يعني بيضرب سندوتشات كبدة من أمه خمسة دي والسجق ولا الحواوشي أبو خمسة، وبرضه معاه وغلطته بجو يعني غلطة هاري كين بجو. انت بتتكلم مدرب بناء على ايه يا عم؟ المدرب عمل كل حاجة في الكورة. مش معنى كده ان فيرجسون بايظ وفينجر بايظ وبيب جوارديولا ما هو لو بيكسب بس يبقى محدش يبقى ناجح بقى، يبقى على كده واحد زي زيدان لما درب الريال 3 سنين وخد دوري ابطال يبقى خلاص ده افضل مدرب في التاريخ؟ لا يا عم، اتفرج على برامج الطبخ وبتاع واقعد بقى وريح الدنيا شويه.